السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض طاجن باللحمة الضاني جميل جدا وسهل وبسيط. معايا هنا 3 بصلات كبار هنقطعهم شرايح بالشكل ده، و3 حبات طماطم، وقرنين فلفل رومي اخضر قطعناهم. هنجيب معانا هنا معلقة سمنة، هنشوح البصل اول حاجة، نرش عليه رشة ملح وفلفل، وهنشوح البصل لحد ما يدبل. بعد كده هننزل بالطماطم والفلفل وهنشوحهم لمدة دقيقتين يدبلوا برضو مع البصل. هنضيف معلقة صلصة طماطم، مكعب مرقة، معلقة عسل اسود. هنقلب. معايا هنا لحمة ضاني مسلوقة، هنشوح اللحمة مع الخضار. هنضيف معلقة بهارات لحمة ورشة جوز الطيب وملح وفلفل اسود. هنقلب كويس جدا وهنشوح اللحمة مع الخضار لمدة دقيقتين. بعد كده هنضيف عليها شوربة من بتاعة اللحمة، وهنسيب بقى المكونات نهدي عليها النار وتغلي مع بعض. الفرن يسخن ونجهز الطاجن بتاعنا. هننزل بقى بالمكونات كلها في الطاجن. دي احلى واسهل طريقة تعملي طاجن ويطلع طعمه حلو ونتيجة حلوة. الطاجن بتاعنا بعد ما استوى في الفرن بسم الله ما شاء الله مستوي سوا كامل، والخضار بتاعنا مستوي واللحمة مستوية ودايبة وطعمه تحفة بسم الله ما شاء الله. جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم. لو أول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.